دالة البحث عن الترتيب. هو ازاي بيتحسب ترتيب الدرجات على مستوى المدرسة وفي آلاف الطلاب، وازاي بيحصل ده في الثانوية العامة كل سنة على مستوى الملايين؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل البداية لو لسه ما اشتركتش في القناة اشترك وسجل اعجابك علشان تدعمنا. وعندي مجموعة من الدرجات للطلاب، عايز اعرف ترتيب كل طالب تصاعديا او تنازليا. الحل في معادلة رانك. تعالوا نعرف مكونات المعادلة. المعادلة بتتكون من 4 أجزاء: رانك، نمبر، وريفرنس، وأوردر. رانك وهو اسم المعادلة، أما نمبر هو الرقم المطلوب معرفة ترتيبه، وفي حالتنا هو درجة الطالب. أما ريفرنس هي قائمة الأرقام التي يبحث بها، وهي درجات الطلاب. أما أوردر فهي ليها حالتين: حالة تسجيل 0 هيكون الترتيب تنازليا، أما حالة تسجيل 1 هيكون الترتيب تصاعديا. تعالوا نطبق الكلام ده عملي. عندي مجموعة من البيانات للطلاب ودرجاتهم. هبدأ أسجل علامة يساوي عشان أكتب المعادلة، وأكتب رانك وأفتح قوس وأحدد الرقم اللي أنا عايز أعرف ترتيبه، وبعد كده بحدد القايمة من أولها لآخرها اللي فيها جميع الأرقام أو الدرجات، وأدوس F4 علشان أثبتها، وبعد كده بدوس كوما وأكتب 0 لو أنا عايز الترتيب تنازليا، وأقفل القوس وأدوس انتر. هلاقي إن اللي جايب 85 ترتيبه الخامس. طيب عايز بقية الترتيب، هنسخ المعادلة زي ما اتعلمنا، بقف على جنب المعادلة واسحب لحد تحت، هلاقي ترتيب كل طالب مكتوب بجوار درجته، يعني اللي جايب 92 الرابع، اللي جايب 99 الأول. طيب عايز أرتبهم، هعمل فلتر وأعمل سورت من A ل Z، هلاقي الأول والتاني والتالت لحد 20، ولو عندي ملايين الأرقام هتبقى بنفس الطريقة. طيب لو عايز أعمل الترتيب تصاعديا، هكتب نفس المعادلة يساوي رانك وافتح قوس واحدد الرقم اللي ببحث عن ترتيبه، واكتب كوما واحدد قائمة الأرقام أو الدرجات من الأول للآخر، وادوس F4 واكتب كوما، بس المرة دي هكتب 1 علشان أنا عايز الترتيب تصاعديا، واقفل القوس وادوس انتر. هلاقي إن 85 ترتيبها هو 16. ولو نسخت المعادلة هلاقي مثلا إن رقم 99 بقى هو 20، أو رقم 50 بقى هو الأول بعد ما كان هو الأخير رقم 20، لأن عكست الترتيب بمعنى أصح. لو عايز أرتبهم هدوس فلتر من قائمة داتا وأعمل فلتر وأعمل سورت من A ل Z. هلاقي إن الطالب اللي جايب 50 في الترتيب التصاعدي هو رقم 1، أما الطالب اللي جايب 99 في الترتيب التنازلي هو رقم 1. حد يسألني يقول لي طيب لو في رقم متكرر مرتين أو درجة طالب متكررة مرتين هنعمل إيه؟ همسح الداتا وهكتب داتا جديدة قدامكم وهنشوف هنعملها إزاي. هكتب مثلا الطالب الأول جايب 99، التاني جايب 98، وده جايب 98 برضو، 97، 95، 96، وهكذا. لو كتبت المعادلة بتاعتنا يساوي رانك، افتح قوس واحدد الرقم اللي عايز اعرف ترتيبه، واخد كوما واحدد على قائمة الارقام وادوس F4 واكتب كوما وهدوس 0 عشان عايز الترتيب تنازلي. هلاقي ان 99 هو الاول، اما 98 اللي اتكرر هياخد نفس الترتيب وهو التاني، هيبقى التاني مكرر، لكن رقم 3 اختفى لان انا خدت ترتيبه في التكرار. لو عجبك الفيديو ارجو الاشتراك في القناة والاعجاب.